السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منوريني مشرفيني. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة ليك يا برج السرطان، قراءة من سلسلة بعنوان خطواته القادمة. هنشوف خطوات الحبيب القادمة لطاقة 2024 المتوقعة، وقراءتك إن شاء الله هتكون بتاريخ 2/4/2026. أتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة ومفيدة. وقبل ما نبتدي نصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب إلا الله وهذا توقعات وليس إلا. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أصحاب برج السرطان، نسمي بسم الله ونبتدي نشوف طاقتك اليوم يا برج السرطان. ونشوف خطواته القادمة والمتوقع منه في طاقة إبريل 2026. في نهاية القراءة هناخد رسالة من الشخص ده، نشوف عايز يقول لك ايه. اتمنى لكم التوفيق والسعادة اصحاب برج السرطان. ركز معايا يا برج السرطان، قراءتك دقيقة وهنحاول نزوم بقدر المستطاع فيها. برج السرطان، خطواته القادمة في خطوة جاية منه هيكون فيها اندفاع، ده المتوقع، هذا توقعات وليس إلا. هيكون فيها اندفاع واضح، كأنه عايز يفتح صفحة جديدة من غير ما يبص ورا كتير. في حركة مفاجأة للجميع، في حركة مفاجأة للجميع ممكن تحصل تخليك تحس انه رجع فجأة من غير مقدمات. بس في نفس الوقت في حاجة جواه بتخليه يهرب من مواجهة اللي حصل قبل كده. هو عايز يبدأ بس من غير ما يصلح القديم، وده جزء من طبيعته، انه لما بيتضغط او بيضغط عليه الواقع، هو في طاقته احساس انه عايز يجرب تاني، يحبك تاني، بس من غير التزامات تقيلة. وده اللي بيخليه يتحرك بخفة، كأنه بيجس النبض، ما بيخشش بقوة. بس رغم الجراءة اللي ظاهر بيها، إلا إن جواه لسه في خوف من الفشل، لأن في حاجة جواه بتقوله اتحرك يمكن الأمور تمشي لوحدها. بس الحقيقة إنه مش محضر خطة واضحة للي جاي. هو ممكن يكون بيهرب من التفكير العميق ويميل للحلول السريعة، وده ممكن يخليه يبدأ خطوة حلوة بس مش هتكون مكتملة. فاللي جاي منه بداية بس محتاجة تثبيت بعد كده. كمان واضح معايا ان في طاقة قوية جواه بتخليه يحاول يظهر قدامك بصورة واثقة وجذابة. الشخص ده بيجذبك، هيحاول يقرب بطريقة فيها حضور وشد انتباه، كأنه عايز يلفت نظرك ليه تاني. بس في الحقيقة في حاجة جواه بتخليه محتاج يثبت انه لسه ليه تأثير عليك، تأثير عليك. هو شايفك يا سرطان شخص قوي، وده بيخليه يتعامل بحذر ممزوج بكبرياء. في كمان تحرك منه، هيكون في جذب واضح بس مش هيجي بشكل مباشر او صريح. طاقته فيها رغبة انه يكون هو اللي ماسك زمام الامور، خلي بالك، او زمام العلاقة، مش يبقى الطرف الاضعف. وده اللي بيخليه يقرب بس وهو حاطط حدود عشان يحافظ على صورته. الشخص ده فيه نار جواه بتدفعه، شرارة بتدفعه يرجع ليك، بس مش عايز يبان ان هو محتاج لك عاطفيا. وده بيخليه يبان قوي من بره، لكن من جواه في قلق واضح. هو هيحاول يبان متحكم في مشاعره حتى لو عكس كده حصل. وفي خطوة هيكون فيها تقرب
بس بطابع استعراضي وظاهر في أول الكارت أهو، أول الطاقة. يعني هيجي بس عايز يبان إن هو اللي اختار التوقيت. الشخص ده فيه صراع جواه داخلي كبير مخليه مش عارف ياخد قرار نهائي. هو بين حاجتين الشخص ده، وكل حاجة فيهم ليها تأثير عليه، ومش عارف يختار من الحاجتين دول. وكمان في حاجة جواه بتقول له ارجع، وحاجة تانية بتخوفه من تكرار نفس الألم، وده اللي بيخليه يفضل ساكت ومراقب، ساكت ومراقب بدل ما يتحرك بوضوح. طاقته هنا فيها إنكار لمشاعر حقيقية، كأنه بيهرب منها. عامة هو مش جاهز يواجه نفسه قبل ما يواجهك، وفي تفكير كتير عنده بس من غير تنفيذ، كأنه محبوس في دايرة، وده بيخليه يظهر ان هو بارد او بعيد، رغم ان الحقيقة غير كده خالص. الشخص ده من النوع اللي لما بيحتار بيقفل على نفسه ويهرب، اما يلاقي نفسه في حيرة بيقفل على نفسه ويهرب، وده اللي بيأخر اي خطوة ممكن ياخدها ناحية العلاقة. كمان في احتمال انه يفضل فترة في التردد ده، فالخطوة اللي جاية ممكن تتعطل بسبب خوفه، او ممكن تكون اتعطلت بسبب خوفه ومش قلة احساسه. كمان في احساس جواه انك انت يا سرطان كنت مصدر سعادته. مصدر ايه؟ سعادته. تخيل. وراحته النفسية كمان. خلي بالك هو فاكر اللحظات الحلوة اللي كانت بينكم، اللي كنتوا بتقضوها مع بعض، وعايز يرجع يحس بيها تاني. عايز يرجع يحس بيها تاني، بس في نفس الوقت في حاجة جواه بتخليه يفكر في راحته الأول. عامة أنا شايف إن طاقته مش عارف أجيبها لك إزاي. طاقته فيها شوية أنانية عاطفية بتخليه يقرب عشان يرضي نفسه هو. كمان هو مش قادر ينكر إنك أنت مميز بالنسبة له، ومش لاقي بديل غيرك بسهولة، وده بيخليه يفكر في الرجوع بس بنفس الأسلوب القديم. في خطوة ممكن يعملها يكون فيها كلام حلو أو تقرب لطيف، بس من غير ما يغير أي شيء جذري في طريقته. هو عايز الإحساس الحلو من غير ما يدفع ثمنه بالكامل. هو عايز الإحساس الحلو من غير ما يدفع ثمنه بالكامل. ركز معايا في الحتة دي. وده نابع من طبيعته اللي بتهرب من الضغط والمسؤولية، وفي رغبة حقيقية بس مش كاملة من ناحية النضج. فالرجوع وارد بس محتاج وعي أكتر من كده يا برج السرطان. الشخص ده في تفكيره أعمق جواه ناحية الاستقرار والبناء على المدى الطويل، المستقبل يعني، لأنه شايفك شخص ينفع يكون معاه، يكون علاقة ثابتة يكون فيها أمان. وفي حاجة جواه كمان بتخليه يفكر بشكل جدي أكتر من الأول. بس الصراع هنا إنه مش عارف يوفق بين رغبته في الاستقرار وخوفه، وطاقته فيها احتياج كمان للأمان بشدة، بس بنفس الوقت بيخاف يلتزم. يبقى هنا اتكلمنا عن الالتزام والمسؤولية. بيخاف يلتزم. هو عايز العلاقة اللي تدوم بس مش عايز يدخل فيها وهو متردد، وده بيخليه يجي خطوة ويرجع خطوتين، يجي خطوة ويرجع خطوتين. وكمان في جزء ناضج بيقول له
انك انت يا سرطان الاختيار الصح، الاختيار الصائب. وجزء تاني خايف يخسر حريته او يتوجع تاني، او يتوجع تاني. ده الصراع اللي معطل استقراره الحقيقي. عامة خطواته اللي جاية ممكن تكون تقرب بهدف جد، بس التنفيذ هيعتمد على قدرته انه يواجه خوفه. عامة في نهاية قراءتك، الشخص ده جواه رغبة حقيقية انه يرجع ويبدأ معاك من جديد، بس المشكلة مش في الإحساس، المشكلة في التردد والخوف اللي مسيطر عليه. هو بيتحرك خطوة لقدام وبيرجع خطوة لورا بسبب الصراع اللي جواه، وفي جزء منه عايزك بجد وبيشوفك راحة ليه واستقرار، وجزء تاني بيهرب من المواجهة والمسؤولية عشان خايف يتأذى. عامة خطواته اللي جاية هتكون فيها تقرب فعلي، بس التقرب ده مش هيكون ثابت، وهيبقى فيه شد وجذب. يعني ممكن يجي ويقرب ويحاول ويفتح كلام، بس لسه هيكون محتاج يشتغل على نفسه عشان يكمل للنهاية. الخلاصة إن الرجوع وارد وبقوة، بس الاستمرار هو التحدي الحقيقي في القصة دي. آخر جملة هقولها لك: البعض منكم برج السرطان، أنثى برج السرطان، في أفكار بتيجي في دماغك إنك تنهي الموضوع ده. الشيطان بيتملك أو بيحاول يتحكم فيك، وبيقول لك في فرص غير وسيبه ول. يا ريت نتحصن بالقرآن الكريم عشان نحافظ على نفسنا. وانت البرج الوحيد اللي قلت له كده، لان الطاقة دي ظهرت معايا. نشوف الشخص ده بيقول لك ايه. بيقول لك اشتقت لك كتير. اشتقت لك ايه؟ كتير. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج السرطان. اتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني حبايبي في فيديو اخر اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.